السلام عليكم. اليوم راح أعطيكم أرقى وأطيب تتبيلة دجاج مشوي اللي نشوفه بالمطاعم. دجاجة مايعة وذايبة، خليكم وياي. راح نغمر الدجاجة بمي، نخلي بيه كمية من الملح وكمية من الشكر وكمية من الليمندوزي، ونتركها ليلة كاملة. هاي الطريقة حتخلي الدجاجة عندنا كلش طرية وما بيها أي زفرة، ونخليها بالثلاجة. وثاني يوم نطلع الدجاجة ونصفيها من المي، وبعدين نشفها بالكلينكس. واخر شي نجيب التتبيله ونسوي مساج حلو للدجاجه بدينا هيجي حتى تاخذ كل التتبيله، ونتركها تقريبا ساعه الى ساعه ونص حسب وقتكم. وراح نجيب الصيغ مال الشوي على نار حشويها بالقلايه الهوائيه. وطبعا نشوي القلايه الهوائيه كانه ما عينه مثل مال السوق اللي نشوفه احنا بالشوايات مال الدجاج، كلش فظيعه هيجي تحسوها هيجي ملهلبه. هنا خليت الدجاجه بالقلايه الهوائيه وعلقتها وشغلتها على هذا الدوار اللي فوق الدجاجه. شوفوا قاعد تفتر الدجاجة عندنا ما شاء الله، لونها بدأ يصير لونه ذهبي. وهنا بعد مرور تقريبا نص ساعة شوف شلون لونها، وهنا بعد مرور ساعة وربع وانطيتها شوية تحميصة تقريبا 5 دقائق. وهاي دجاجتنا الحلوة المربربة المايعة والذايبة بعد ما كملت، ولونها هذا اللي يجنن. قدمتها ويا تمن برياني بسيط. شوفوا هنا الفخذ مال الدجاج شلون مايع، طبعا حيتفسخ بايدي من قد ما هيجي منتهي من الشوي. والحلو بالقلاية الهوائية سريعة وبسرعة الدجاج عندنا استوت، مو مثل الفرن يطول ساعات. إن شاء الله يا ربي دجاجة اليوم عجبتكم وتجربوها، وبألف عافية عليكم في أمان الله.